ألغينا كل أسماء الحدث والقضية الإسلامية. ما نقدروش نحكموا عليها كذا نطيحوا عليها. تحركت هناك فياعلة. من المتورط الرئيسي في القضية؟ دفعنا ثمن الإشكال. هذه معلومة. تغيير كان الصحافة. ما نقدروش نحكموا. بعد حوالي 3 عقود من التعددية سنتوقف عند راهن الإعلام الجزائري الذي يترنح بين مكاسب دستورية تجعل منه سلطة رابعة وبين واقع اقتصادي مزري يجعل منه عجلة خامسة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من مساء الصحافة. اليوم نتوقف عند الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير أو حرية الصحافة الذي جاء هذا العام تحت شعار توازن القوى، الإعلام، العدالة وسيادة القانون. السؤال المحوري: ما هو مصير الإعلام الجزائري باختلاف أشكاله مع التحولات الاقتصادية والرقمية أيضا؟ هل سيتوجه الإعلام الكلاسيكي نحو الفناء أمام صحافة الهاتف الذكي أو صحافة المواطن؟ وقبل ذلك كيف نقيم وضع حرية التعبير في الجزائر مع الممارسات والتطبيقات الجديدة على المنصات الرقمية؟ إذن هذه النقاط سأناقشها مع مهني هذا القطاع، مع صحفيين الذين أسعد بحضورهم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. ويسعدني أن أستقبل السيد بالقاسم ملاح، وهو إعلامي طبعا ووزير سابق. أهلا بك. شكرا على الاستضافة. أهلا. وأيضا يشرفني حضور الإعلامي أبو طالب هاشمي. أهلا بك. هو إعلامي طبعا ولديه خبرة طويلة، ربما حوالي 3 عقود وهو يمارس هذه المهنة. أهلا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. مرحبا. إذن ويشرفني أيضا حضور زميلي من مجمع وقت الجزائر، الزميل أمين شيخي، وهو مصور صحفي. أهلا بك. مرحبا بك. وأيضا يسعدني حضور الفنان الكاريكاتوري شداد بزيع. أهلا بك. شكرا. مرحبا وزير. إذن المتابعين الكرام لمساء الصحافة، اليوم كما قلت سنتناول موضوع حرية التعبير في الجزائر وما مصير الإعلام الكلاسيكي مع التحولات الاقتصادية والتحولات الرقمية. أيضا نتابع الموضوع لكن بعد هذا التقرير. أمام بروز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية الخاصة في المشهد الإعلامي الجزائري وبلوغه مرحلة استقطاب غير مسبوقة، مكنت الجمهور من متابعة الأحداث في أوانها بدل انتظار صدور الجرائد الورقية في اليوم الموالي. بريق الصحافة المكتوبة يتراجع ومستقبل مئات الإعلاميين على المحك. واليوم الصحافة الورقية في مرحلة الاندثار وفي مرحلة التبدد بسبب ظهور ما يعرف بالإعلام الإلكتروني. هناك اضطرابات على مستوى المطابع تشكو عدم تسديد الجرائد لديونها، والجرائد تشكو عدم تعامل المطابع معها، الموزعون يشتكون عدم تقديم مستحقاتهم. الصحافة الورقية ما زالت في المستوى المطلوب وسوف لن تزول بإذن الله. فيه نكهة خاصة أن الإنسان يمسك جريدة في يده وفنجان القهوة ولا فنجان الشاي قدامه ويقرأ. عيد الصحافة بأي حال عدت يا عيد، فالأزمة المالية تسببت في تراجع كبير لمداخيل الإشهار في القنوات والجرائد وتوقف أكثر من 60 صحيفة عن الصدور ما بين يومية وأسبوعية، أزمة انعكست على الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين. الأزمة مشتركة بين الصحافة المكتوبة والمرئية وحتى في السيت الإلكترونيك. الصحفيون في الجزائر يعيشون شتات حقيقي بسبب أدلجة المهنة، بسبب التوجهات الحزبية. لست أدري لماذا أعقل الناس الذين يكتبون على كل مشاكل الناس
ليس لهم وضع نقابي صحي وسوي. حرية التعبير جبهة أخرى يناضل من أجلها الصحفيون. الكثير من الوعود والكثير من الخطابات الرسمية تثني على حرية الإعلام والتعبير في الجزائر، ورغم كل ما تحقق لا زال الكثير ينتظر التجسيد. كاين بعض لي ليميت نقدروا نقولوا، كاين ضغوط سياسيه ما نخبيوهاش، بصح ما يشبه هذيك الحده اللي يهضروا عليها في الخارج. ثانيا عندنا في المقابل واحد الحريه بعض الاحيان تفوق كل الحدود. كي نقراو بعض العناوين ولا حتى بعض القنوات وهناك حريه مبالغ فيها، حتى وان بقي قراؤها الاوفياء اوفياء لها. ما كانت الصحافة المكتوبة في الجزائر تتراجع أمام بروز عدة معطيات منها القنوات الفضائية، لكن مشاكل قطاع الإعلام عموما لا يمكن فصلها عن سياق الأزمة الاقتصادية وواقع الحريات والحقوق بالجزائر. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا الى مساء الصحافه. ايضا الموضوع اليوم العالمي لحريه التعبير ووضع الصحافه الاعلام التقليدي مع التطورات الاقتصاديه والتطورات الرقميه. اذا افتح منك النقاش سيد بالقاسم ملاح باعتبارك اعلامي وايضا كانت لديك تجربه في هذا المجال. السؤال الاول طبعا ابداه من رساله الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، تحدث واكد على الدور الرقابي للصحافة. هل تعتقد أنه عندما نتحدث عن الدور الرقابي هو تعزيز لدور الإعلام في الجزائر، أم أنها مسؤولية إضافية للصحافي الذي يعاني أصلا هو وضع هش؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، خاصة مع هذا الكوكتيل المتنوع اليوم على غير العادة. ومن خلال تقريركم أن في التقرير لخص كل شيء. بهذه المناسبة أي المناسبة العيد العالمي لحرية التعبير، نهني كامل الصحفيين لأنهم فعلا رجال متاعب وضحوا كثيرا، خاصة على مستوى عالمي وكذلك على مستوى وطني. ربما الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية هذه المرة تختلف في عدة أشياء، أنه حيث أن للصحفي الحق أنه ينتقد، للصحفي أنه لابد عليه أن يكون له مصدر الخبر، للصحفي أيضا أن هذه المهنة النبيلة لابد، حتى أن هذه الرسالة في ظني أنا راح تعطي دعم كبير وقوي لرجال الإعلام. ورجال الإعلام اليوم أصبح يعني بعد 20 سنة، خاصة إحنا في الجزائر ربما إذا رجعنا إلى سنة 1997 بروز قنوات، يعني قنوات خاصة التي لعبت دور هام، خاصة أنها بدأت مرحليين فيه بعض النقائص، ولكن اليوم الحمد لله نفتخر بهذه القنوات الخاصة، ونفتخر أيضا بصحفيين الموجودين على مستوى هذه القنوات، خاصة سواء كانوا نساء أم رجال، لأن لهم أشياء جميلة ينقلها كل يوم. وخاصة أن الحادثة الأخيرة التي حدثت في بوفريك سقوط طائرة، كل القنوات الأجنبية أخذت الصور من القنوات الخاصة الجزائرية وكانت على المباشر. هذا شيء جميل وجميل جدا. اليوم أصبحنا في الجزائر يعني نشاهد كل الأحداث على المباشر، خاصة القنوات التي لها المباشر، يعني الجزائر نيوز والنهار والشروق، أصبحت يعني تقدم خدمة يعني ممتازة للمواطن. اليوم مثلا كان فيه لقاء تاع مدير العام للأمن كان على المباشر، حتى اليوم أصبح المباشر للقنوات الخاصة، حتى هفوات يعني المسؤولين تظهر، يعني الإعلام بشكل ما بخير، يعني رغم الحديث عن تضييق مثلا على الحريات. أيضا لم نبقى يا سيدتي في الزمن الماضي عندما يكون حدث على الساعة 8 صباحا ويتم نقل، يعني أنا عشتها الأسطوانة إلى التلفزيون وعادة مونتاج تاعها وحذف أشياء أخرى. اليوم أصبح كل شيء على المكشوف، وتنافس أيضا القنوات الخاصة هذا الإعلام الإلكتروني اللي أصبح قنوات الإعلام الإلكتروني. طيب هذا الشق سنعود إليه أستاذ بالقاسم ملاح، سنعود إلى هذا الشق، وأبقى فقط في وضع الصحافة بشكل عام، وضع الإعلام، ومنها أنتقل إليك سيد
سيد بوطالب هاشمي، تابعت ما قال الأستاذ وتحدث عن نقطة تتعلق بتطور الإعلام، لكن من جهة أخرى عايشت مرحلة الإعلام في البداية، يعني في مرحلتيه عندما كانت في وقت الحزب الواحد، ثم لدينا الإعلام المتعدد من خلال مجموعة من القنوات. كيف تقيم تجربة الإعلام في الجزائر؟ هل هناك تراجع مثلا في الحريات، أم أن الإعلام الآن بخير كما كان يصفه السيد بالقاسم ملاح؟ شكرا سيدتي. الإعلام في الجزائر il est passé par des périodes. Il est passé par 5 périodes من 62 حتى ل 2000. الصحفي اولا الصحفي الجزائري معروف من وقت الاستعمار، نعرفوا لا بريم الجيريان اللي كوني في امور، ومن بعد فيه تطوير وفيه امور كبيره، وفيه حقيقه انا مع سي ملاح في امور اللي يقول الامور تبدلت. احنا مارسنا الصحافه في ظروف صعبه، كنا نديروا تغطيه تاع ولايات بعاد، وكان ما كانش عندنا الامور تاع الانترنت، يافي ان بتي بروبليم دو فاكس، لازم لو بابي يروح، لازم التاكسيفون بلع، ويافي با تاكسيفون، يافي با لي مويان. كان الصحفي مسكين يبات في حمام، كان الصحفي في لو ستوب ولازم وهكاك، وكانت ضغوطات، وكنا حب المهنه. والامور تبدل دروك، راه الكترونيك وراها امور كبيره، والصحفي راه يعيش مشاكل كبيره. الصحفي مورالمون راه مشكل، يعاني المشكل تاع باسكو كوني دي جورناليست راهم في لي سيت يونيفرسيتير. يعني الوضع الاجتماعي للصحفي لم يتغير في النهايه، نتحدث عن تطور، هناك تطور ربما في الصوره في تعدد الاعلام، لكن وضع الصحفي بقي هو. الوضع الصحفي اجتماعي باقي، والصحفي انسان صبار، ومهنه شاقه تاع الصحفي، ما يعرف بحق الصحفي الا الصحفي. نعم. احنا شفنا مديرين تاع جرائد ولا مديرين تاع قناه اللي ما عندها حتى علاقه مع الصحافه، ما يفهمش الصحفي. كاين صحفيين راهم يعانوا لحد الان، ربما يعاني، وكان ما المهمه تاعه يأديها، وكاين مشاكل، كان حتى التغطيه الاجتماعيه، كان دي جورناليست كي سون ميم با ديكلاري، ما كانش اون ديكلاراسيون، اي سا سيتي غراف. طيب والامر اليوم بات تطور، ما قعدش امور تاع الامر درك راه الانترنت، ومن دارك راك تي بوفر كما قال سي ملاح، امور تطورت كثيرا، بصح الامر تاع الصحفي الجورناليست il est en train de donner le maximum de lui-même. طيب، تعرضت إلى وضعية الصحفي، ربما سأعود إليها في نقطة ثانية عندما نتعرض للشق الإطار القانوني الذي يحمي الصحفي. سأعود إلى هذه النقطة، ومنها أعطي الكلمة لزميلي من يومية وقت الجزائر. طبعا تابعت ما قال ضيوفي الكرام حول الموضوع، جئت وأنت مسلح بسلاحك، الكاميرا طبعا، الآلة التصوير الفوتوغرافي. سؤال: كيف هو وضع الصحفي المصور أو المصور الصحفي في الجزائر الآن؟ كيف يمكن أن تصف لنا وضعه؟ في العادة نتحدث عن الصحفيين، عن وضع الصحفيين بشكل عام، لكن المصور الصحفي. أولا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، كما تفضل الأخ بالقاسم ملاح، نحيي أولا جميع الصحفيين اللي عايشين واللي توفوا وربي يرحمهم. نعم. تحدثت عن المصور الصحفي. زميلتي وسيلة، سأكون صريح جدا معك. المصور الصحفي في الجزائر ليس له ما للصحفي، يعني حدود، لا تحدث عن حدود العمل مثلا، ولكن عن الحقوق المصور الصحفي، ولا حتى قيمة الصورة التي يلتقطها المصور الصحفي في الجزائر. نعم. باتت ليست لها قيمة مقارنة بما يحدث الآن بخصوص الهواتف الذكية التي تقوم بعمل المصور الصحفي، ولو أن الهاتف الذكي لا يرقى بالجودة كما ترقى إليه آلة التصوير هذه للمحترفين. المصور الصحفي في الجزائر يعاني كثيرا، يعاني من الناحية التنظيمية. نعم.
ليس هناك إطار مثلا نتحدث عن اتحاد خاص بالمصورين الصحفيين أو جمعية أو لا أدري رابطة شيء من هذا القبيل؟ غير موجود، غير موجود تماما، بالرغم أنه هناك الأسنجي اللي هي نقدر نقول جمعية وطنية تجمع الصحفيين، ولكن إذا حاولنا نتقرب من هذه الجمعية لا نجد إلا شخص واحد يمثلها، وهذا الشخص في حد ذاته هو مش قادر يسير الجمعية، بالرغم من أن الجزائر تحصي حوالي أكثر من 5000 صحفي، يعني الذين ينشطون في حقل الإعلام هم أكثر من 5000 من بين تقنيين مصورين صحفيين وحتى الذين يشتغلون في هذا المجال. الصورة، بخصوص الصورة يعني صراحة أعيب على المسؤولي الإعلام في الجزائر أنه المصور الصحفي لا يعتبر صحفي في الجزائر فقط. نعم. هذه في الجزائر فقط، مقارنة بالدول الغربية مثلا، وحتى في جيراننا المصريين المغاربة أو حتى التوانسة أو اللبنانيين، فهم مصورين صحفيين و ce qu'on appelle des GRE. نعم. c'est des journalistes reporters d'images. وهذا الناس اللي عندهم يتوفروا على ست أشياء موجودة في جميع الصحفيين في العالم، حتى المصورين الصحفيين على مستوى العالم. عندهم التنظيم، يحسنون اللغات، الأمر الذي لا يحسنه عدد كبير من الصحفيين في الجزائر. ألا تعتقد أن الصحفي يتحمل مسؤولية لأنه لم يكون مثلا المصور الصحفي يتحمل مثلا هو يتقن استخدام الآلة الفوتوغرافية، لكن من جهة أخرى لا يكون نفسه من النواحي الأخرى وبقي في الصورة فقط؟ يتهرب، أقولها صراحة، يتهرب. زملائي المصورين الصحفيين عندما تتحدثين إليهم تقولي لهم أرواحوا نديروا مثلا نديروا تكتل حتى هكذا نحميوا نفوسنا ونحميوا اللي راهم جايين من بعدنا، من أجل أيضا من أجل التكوين أيضا، وخاصة من أجل تطوير هذه المهنة ونتفخر بها أمام حتى لا تنقرض مع الهواتف. ربما هذا الشق سأعود إليه فيما يتعلق بالصورة وتأثير التحولات الرقمية على المصورين الصحفيين، وأعطي الكلمة لصورة ساخرة أيضا. اليوم شداد بزيع ستتخلى عن الريشة وستتحدث عن وضع الكاريكاتوري في الجزائر. أنت تعرف أن المشهد الكاريكاتوري في الجزائر كان ربما أكثر حرية، كان لديه لأنه لديه القدرة على التلميح، وبالتالي يستطيع أن يمرر الرسائل ربما في وقت ما صنع المشهد الكاريكاتوري في الجزائر الحدث. كيف تقيم وضع هذا الفن الآن في هذا الوضع الحالي ووفق الأطر القانونية الموجودة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا وسيلة على الاستضافة وعلى القناة على الاستضافة وعلى هذا المنبر الذي منحتني إياه من قبل. ثانيا أن أكون بين هذه الثلة من النخبة والمثقفين أيضا يسرني كثيرا. أبدأ من حيث انتهى زميلي، يقصد مثلا الصورة الفوتوغرافية التي تكون أيقونة الصحيفة أو المشهد الإعلامي. أرى أن الكاريكاتير لا يمكن أن يتقمصه شخص آخر، في حين يمكن للمصورين أن يقول لك مثلا أنا أجيد المسألة تشير إلى نقطة المتعلقة مثلا بالملكية الفكرية. مثلا الصورة يمكن أن يستعملها أي مثلا مصور، لكن مسألة الريشة طابع خاص بشداد بزيع لا يمكن سرقته أو استغلاله في مواقع أخرى. هذه تقنيا. نعم تقنيا. الآن أنا أطوف تقنيا، مازال ما دخلتش في الموضوع والفكرة ومنه، لأنه بعض الصور الفوتوغرافية ما عندهاش معنى، هي تدل فقط. نعم. لكن الرسم لكن كان الصورة الحقيقية هي اللي راهي في مثلا المسابقات العالمية، راهي في الصحف، تتصدر واجهة الصحف. لكن الرسم الكاريكاتوري هو عبارة عن مقال الصحفي. مثلا الصحفي كاين اللي يكتب، كاين الرسام الكاريكاتوري راهو يسوق في واحد الفكرة وربما تلميح كما مثلا قلتي. ونأتي لشيء آخر اللي هو مثلا الساخر، كيف أزعج السياسي
ولا أو كيف ولا تمرر نخبة. رسالة ربما عن طريق الصور الساخرة. نعم. أمرر عند التلميح، وربما عن طريق مباشر، وأحيانا رسائل مشفرة لكي لا يمكن أن يؤذى هذا الرسام الكاريكاتوري اللي هو أيضا صحفي. وتختلف هذه المدارس، يعني نعم. مدارس الكاريكاتير نشوفوا درك بمنظور اكاديمي عالمي. كاينه المدرسه الكاريكاتوريه تاع اوروبا الشرقيه، وكاين المدرسه لكن في هذه النقطه فقط شداد استسمحك، انا الذي يهمني وضع الكاريكاتوري الان في الجزائر، هل لديه من الحريه ومن الشرعه كي يعمل كبقيه الصحفيين مقارنه بالصحفيين الاخرين؟ كما قلت الصحفي يستطيع ان يكتب بالكلمات او يتحدث بالكلمات، لكن انت عندك رسومات ربما وهي بشكل ما توازي هذا التوجه. أريد أن أسأل وضع الكاريكاتوري في الجزائر الآن. وضع الكاريكاتوري في الجزائر لا يمكن فهم وضع الكاريكاتوري في الجزائر إلا بالإشارة إلى الجانب الأكاديمي العالمي. لهذا كنت أجول نعم. في المدارس الكاريكاتورية العالمية، لأننا في أوروبا وفي باقي دول العالم الرسام الكاريكاتوري ربما ماشي ربما أكيد تدرس ليس كمقياس. نحن في الجزائر ما نتكونوش كرسامي كاريكاتوري، ما تتكونش. هذه عبارة عن موهبة بالإضافة إلى الرصيد الأكاديمي تاع كنت صحفي ولا تكون فنان تشكيلي. مثلا أنا التكوين الأكاديمي تاعي هو فن تشكيلي. نعم. لكن المعلومة تحوير المعلومة وتحوير المسمو هو اللي جعلني أتعامل مع المعلومة وأحين المعلومة، كل يوم عندي معلومة جديدة. أما الوضع الكاريكاتوري في الجزائر قلت مادام لا يدرس، معناتها ما لا يدرس معناتها ما كانش ستاتيو تاع قانون تاع الكاريكاتوري. وبمناسبة الحديث عن القانون أعود إليك السيد بالقاسم ملاح. ربما صحيح أنه في الدستور الجديد هناك دسترت العمل الصحفي، دسترت حق المواطن في الحصول على المعلومة، لكن من جهة أخرى بعض الخبراء والمتتبعين مثلا يقول لك أنه إلى ضرورة مراجعة وتعديل القانون الخاص مثلا بالإعلام، لأنه لا يتماشى مع المكاسب الدستورية. لما نتحدث على المكسب الدستوري نجد أنه للصحافة لديه الحرية ولديه الشرعة ولديه مثلا الصحفي لا يسجن، لكن بالنسبة للقانون العضوي الخاص بالصحفي نجد هناك بعض الفراغات. هل المسألة متعلقة بالتطبيق أم أن الأمر ليس لدينا مثلا منظومة قوية تستطيع أن تحمي الصحفي؟ والله سيدتي أشاطرك في الرأي، لأن اليوم بعد حوالي 6 سنوات منذ صدور قانون 2012 اللي ربما حتى القنوات الخاصة اللي حاليا تنشط في الجزائر تمنينا لو أن سلطة الضبط قامت بإعداد هذا التنظيمات هذو، لأن هذه تسمح لهم حتى البث المباشر يكون من هنا. يعني لماذا تلجأ القنوات إلى البث من مدن أخرى، وخاصة أنها مبالغ كثيرة جدا. 2 أن ربما نفرق هنا ما بين ما هو الإعلام الحكومي والإعلام العادي. احنا عندنا نقص، وهذا ربما أنا الحكومي أو العمومي. لا، الحكومي، الإعلام الحكومي أنا نقصد به هما اللي تقوم به كالوزارة الأولى كوزارات. لماذا احنا ما نكونوش كدول أخرى يكون في كل وزارة إعلان عمومي؟ يعني لا معليش نبتعدوا شوية. هذا الإعلام الرسمي اللي يأتي من جهة رسمية لابد أن يكون عندنا ناطق رسمي. الحمد لله عندنا صحفيين، عندنا ناس لبس بهم، عندنا ناس متكونين، عندنا خريجي الجامعات. لماذا لا يكون على مستوى أي وزارة ناطق رسمي الذي ينقل الأخبار الرسمية الصادرة من عند الدولة ومن عند الحكومة؟ يبقى الصحفي الذي في جريدة خاصة أو في قنوات خاصة نعم. فإنه ربما يأتي الخبر ويقول عن مصدر مقرب من وزير من كذا من كذا، ولكن يبقى دائما مصدر غير رسمي إلا إذا عن طريق الوكالة الوطنية، الوكالة الأنباء الجزائرية. هنا نعرف عدة ترسم من القوانين موجودة في قانون الإعلام، ولكن ربما 90% لم يطبق. نجيو مثلا على التكوين، لأن في التكوين لابد على كل
يعني مؤسسة أنها عندها 2% من المداخيل تاعها، سواء كان عن طريق الإشهار أو عن طريق يكون يروح للتكوين كما قالوا الزملاء ويخلقوا مدارس للتكوين. لأن الحمد لله حتى الصحفيين الآن اللي يتخرجوا من الجامعة لو موجودوش، لدينا جامعات ولدينا الكثير من الأقسام التي تخرج الصحفيين، لكن لا نتحدث عن مصور صحفي أو كاريكاتوري، ليس لدينا مثلا قسم متخصص في هذا المجال. أنا المشكل سيدتي لو هذو خريجي الجامعات ما لقاوش القنوات الخاصة وما لقاوش يعني الجرائد الخاصة، كيفاش يديروا العمل التطبيقي؟ لأن مثلا مهنة الموثق ولا مهنة المحامي ولا مهنة الطبيب عندما يخرجوا يروحوا للمستشفيات. اليوم حان الوقت الصحفي المصور لابد أن يكون له مجال للتكوين، وخاصة إذا رجعنا حتى قانون الإشهار. قانون الإشهار كان راح يعرض في 2012 و2013 ولكن تعطل قانون الإشهار، لأن اليوم الحمد لله عندنا. تعتقد أن قانون الإشهار هو ربما الذي يحقق التوازن بالنسبة للمنظومة القانونية الخاصة بالصحفي؟ هو اللي ينظم، لأن القنوات الخاصة ولا الجرائد ماهيش مكسب للرزق، ماهيش مكسب للربح السريع. لأن مثلا اللي داروا قنوات خاصة ما كانش عندهم فوائد، لو يروح يدير تجارة أخرى ولا يدير حاجة أخرى تكون له أفضل. اليوم حان الوقت للإسراع بقانون الإشهار. هذا القانون الإشهار هو اللي راح ينظم وهو اللي راح يدير التكوين. حتى أن إذا شفنا حتى القنوات الخاصة، وهذه أنا أقولها وربما مطلع على القوانين، القناة الوحيدة اللي تستفاد من مداخيل هي القناة العمومية عن طريق الاشتراك في الكهرباء والغاز. والمواطن الجزائري مجبر على دفع هذا المبلغ. لماذا لا تكون كل القنوات سواء قنواتكم أو قنوات أخرى تستفيد من هذه المداخيل، سواء عن طريق الإشهار أو عن طريق حتى الصندوق المدعم للصحافة. اليوم حان الوقت لتنظيم هذه المهنة، لأن هذه المهنة أنا شفت صحفيين إلى حد الساعة، هذا عيب وعار، ما زالوا يسكنوا في الفنادق بعد 30 سنة، ما زالوا صحفيين إلى حد الساعة ما عندهم امتيازات، ما عندهم حتى امتيازات. ونشوفوا من الجهة الأخرى أن كل صحفي جزائري الخبرة والتكوين تاعو عندما يروح القنوات أجنبية يصبح يعني نجم ويصبح يستفاد. اليوم حان الوقت، المكاسب هذه اللي قال عليها رئيس الجمهورية، وقال رئيس الجمهورية أن نفتخر بقنواتنا ونفتخر بصحافينا ونختفر بهذه، وماذا بين الصحفيين نتاعنا ينقلوا، ماذا بينا حتى السلطة اليوم حان الوقت أنها تنظم هذه المهنة خاصة وتجعل قوانين خاصة، قانون خاص بالصحافي. من هو الصحافي؟ والصحافي لابد أن يكون داخل الصحافي المصور، الصحافي الكاريكاتوري، الصحافي المختص. اليوم احنا في الجزائر مازال ما عندناش قنوات خاصة، قنوات مخصصة، مثلا في البيئة صحافي في البيئة، في صحافي الاقتصاد، صحافي في الرياضة، كلهم يديروا نشرات رياضية وكلهم يديروا السياسية. والصحافي المحقق، ما هو الصحافي المحقق؟ الصحافي الذي يبحث من خلال ربما سنة أو سنتين على ملف. ورئيس الجمهورية قال انتقدوا حتى عمل الحكومة، لأن احنا ما زلنا طلب منهم أن يلعبوا دور الرقيب في هذه النقطة فقط. لأن احنا ماذا بينا كجزائريين ننتقدوا برامج، ننتقدوا مسؤولين بدون المساس بشخصيتهم، بدون المساس بآرائهم. في بعض الأحيان أننا شفنا التغطية نتاع القنوات الخاصة، وهنا مانيش راح ندير مجاملة للقنوات الخاصة، أنها تنقل الخبر وربما فيه محللين، فيه أيضا ندوات، يبقى ناقص شويه من ناحيه ما ان على الناس اللي عندهم القنوات الخاصه هذو انهم يقوموا يعتنيوا بالصحفيين، وخاصه في التكوين ايضا وتاطير العمل الصحفي. باب التكوين هو الاساس. لان اذا شفنا، اسمحي لي برك نكمل، اذا شفنا لو قانون الاشهار يعرض مره ثانيه على الحكومه وعلى البرلمان ويأخذ بعين الاعتبار، أنا راح نشوف 197 عنوان هذو اللي يصدروا كل يوم، لأن كاين جريدة ربما تصدر ب 30 أو 40 أو 1000 وجريدة الأخرى، ولكن عندهم نفس الحقوق والواجبات. لازم هنا تكون المنافسة والبقاء للأقوى. وأعطي الكلمة سيد أبو طالب هاشمي فيما يتعلق بمسألة السيد أبو القاسم اللاح يتحدث عن نقطة، يقول أن المنظومة القانونية الحامية للصحفي سيمكن تكريسها، ويمكن ربما تكريس ما جاء في الدستور عن طريق عرض قانون الإشهار أو تكريس قانون الإشهار. هل تعتقد أن الإشكالية في هذا القانون؟ شكرا سيداتي. أولا أنا أقولها بكل صراحة، الصحفي أولا المهمة تاعه هي مهمة نبيلة، سيت اون شوز تري نوبل. الصحفي دروك راه يعيش، والصحفي موش عدو. نعم. احنا الصحفي راه صار له كيما ريزرفوار.
رغم أنه هنا أفتح قوس فقط، لأن التقرير العالمي للصحفيون بلا مراسلون بلا حدود نعم. يتحدثون عن الرهاب من الصحافي أو كره الصحافي، يعني التوجه نحو ارتفاع جرعة كره الصحافي في 2017. شكرا بارك الله فيك. احنا راه عندنا احبابنا وعندنا اصحابنا وعندنا كي يعرفك باللي صحفي السيد يخاف. لا، صحفي مش عدو. وكما قال سي بالقاسم، كاين وزارات، كاين ناطق رسميين بالوزارات، الصحفي كاين الاخبار. احنا درك الصحفي في الجزائر، ونقولها بكل صراحه، صار كيما لو ريزرفوار. لكن الماء في الحنفيه صحه، لما كانش الماء روح ريزرفوار. راهم يخدموا بالصحفيين، والصحفي دافع فاتوره كبيره. شكون اللي كان امام اللي كيسموا في الصفوف الاولى مع الارهاب؟ صحفيين وشباب. فقدت الجزائر حوالي 100 صحفي وشباب. نعم وشباب الله يرحمهم. وين امور والصحفي ولا كيما هذيك الشمعه يحرق في روحه ويضوي على الناس. إسا سي غراف. كي نرجعوا للإشهار ولا حاجة، حنا رانا نشوفوا حقيقة راه عندنا بلاش 100 عنوان مكتوب وأكثر من 10 قنوات مرئية ويدخل في مجال السمعي البصري. بصح الأمر درك ولا ما كانش خريطة، ما كانش حاجة، ما كانش شيء اللي الصحفي يحس روحه في تغطيه ولا في امور. رانا نشوفوا الصحفي كما قال كيسموه اجتماعيا مضرور. الناس يشوفوا فيه باطار كيسموه الانسان هذا اللي دار قناه ولا دار حاجه حقيقه باش يدير المال ولا حاجه، بصح يعطي الصحفي القيمه تاعو. الصحفي الرياضي صحفي رياضي. كيف يمكن ان نصل الى هذه التصنيفات؟ القانون موجود، والصحفيين لا تعتقد أنه حتى الصحفي يتحمل مسؤولية لأنه لم يدافع على حقوقه؟ لم يدافع الصحفي، لم يدافع. والصحفي عندنا صحفيين شباب في المستوى ميا لاكاس راهم يكسروا فيهم. رانا والحقيقة حرية التعبير موجودة، وعلى رانا نشوف المواطن البسيط الجزائري ما راهش يتفرج القناة، راه يروح القناة الأجنبية. بالعكس، هناك تحول نحو القنوات الداخلية. لا قبل ما يكون هناك تعدد في القنوات كان التوجه إلى قنوات أجنبية، أما الآن أصبح التوجه نحو القنوات المحلية لأنها أقرب إلى المواطن. قناة المحلية قليل، قناة المحلية من تكون اون طابل روند ولا في بصح في قضية أخبار لا، باسكو حنا كي نشوفوا القناة المحلية في الجزائر كل قناة تبان الخطة تاعها. والقناه لو ان تي في ولا حاجه ولا تلقي باللي قليل اللي يشوفوا القناه الجزائريه تاع الدوله. لي زانفورماسيون دو 20 سي رار واللي يشوفوهم، يروحوا لقناه جزائر نيوز ولا قناه اخرى ولا حاجه، ما يديش حاجه رسميه. في لا كورسبوندون في لا كومباريزون. كيما انت باش نشوفوا الصباح انا نقرا جريده، نقرا الوطن ولا ليبرتي ولا الشروق ولا النهار، ومن بعد ندير نخرج ما نجمش نقرا جريده واحده، ما نجمش نقرا كل ليبرتي للاحمر ابن الاحمر، ولا نقرا جريده واحده اخرى اللي تعطي كل نيجاتيف دالجيري، ولا نقرا المجاهد اللي يقول لك تو فا بيان. مي نشوف نقرا 4 ولا 5 جرائد ونعرف يعني المعلومه متاحه في النهايه وتستطيع الحصول على المعلومه ويمكن ان تميز، وهذا عمل. ربما اعود اليك سيد. سمحي لي سيداتي، الامر اليوم بات اخطر مع تطور الاعلام الالكتروني الذي لا يعرف حدود. سوني بلو اون افير قال فوالا دونك ساي ما كاش حدود، يوصل الى جميع الافراد. إذن هذه ميزة وليست ناقصة في النهاية. لا مليحة، هذه حاجة مليحة، ميزة وليست ناقصة. وربما منك أنتقل إلى زميلي أمين شيخي. أمين شيخي، نعود إلى وضع المصور في الجزائر، وهو الآن السيد بوطالب هاشمي أشار إلى نقطة الإنترنت. في وقت من الأوقات المصور الصحفي أصبح ينافسه جوجل من أجل الحصول على الصورة، وكم من صورة ضاعت بسبب
مشكلة تتعلق أصلا بالملكية الفكرية، مثلا تصور صورة فتجدها في وسائل إعلام أخرى في قنوات أخرى ولا يتم حتى الإشارة إلى هذا المصور. هل يمكن أن تحدثنا عن معاناة الصحفي؟ لأن أحيانا عندما نجد مقال موقع بصحفي فلاني نعرف أن هذا المقال موقع لهذا الصحفي، لكن بعض الكثير من الصور المعبرة جدا والتي لاقت رواجا لكن لا نجد صاحبها. بهذا الخصوص حدثت الكثير من هذه الحوادث، من هذه المشاكل. بعض المصورين مثلا عندي زميل اللي هو مصور وكالة نيو بريس، صورها يعني وجدت في قنوات أجنبية ولا واحد حتى إشارة تدخل ولا واحد حاول يسترجع حقوق هذا الوكالة. بخصوص كما كانوا يتحدثوا على الإشهار والتكوين، زميلتي وسيلة، الإشهار في الجزائر لو خصصت الدولة يعني تجبر، أتحدث عن الوصاية، نتحدث عن وزارة الاتصال. وزارة الاتصال لو خصصت هذا 2% للتكوين، تكوين المصورين وتكوين الصحفيين على حد سواء. عدنا من المصورين الصحفيين الجزائريين يعملون لدى وكالات أجنبية مثل وكالة رويترز، يوجد هناك نسيم بومزار مثلا، للأشهر فقط. نعم. محترف إلى درجة رهيبة جدا. لا نشكك مثلا في قدرات المصور الصحفي الجزائري، لكن نحن الآن نناقش وضع هذا الصحفي الجزائري. لماذا قبل قليل كنا نشير إلى نقطة هامة لحماية هذا المصور، لحماية صوره؟ لماذا لا يوجد مثلا هناك تكتل خاص بالصحفي المصور من أجل حماية حقوقه مثلا؟ كما ذكرت، المصورين صحفيين أو حتى صحفيين يتجنبون تكتلات، لا يحاولون أو لا يريدون أن يتكتلوا في جمعية أو منظمة أو حتى مجموعة من الصحفيين أو المصورين الصحفيين لحماية أنفسهم وحماية الأعمال التي يقومون بها، وخاصة الصور. شاهدنا الكثير من الصور التي تتداولها الوكالات الأجنبية وحتى تلفزيونات العالم، ولكن لا أحد تدخل وأوقف هذه المهزلة. خاصة أتحدث عن الوصاية. الوصاية هي الوحيدة. أنا كي نغلط ولا نشوف واحد يجيب لي حقي، شكون يجيب لي حقي؟ جيبوا لي بابا، جيبوا لي يما. في الحالة هذه الأب والوالدة هما الوصاية، هما وزارة الاتصال. أعتقد أنه حتى المؤسسات التي تعمل فيها، مثلا المؤسسات التي نعمل فيها، هي مسؤولة أيضا تشارك، هي مسؤولة أيضا في مثلا هناك جزائرية نالت هي أحسن مصورة في العالم، وهي سمرة بن زهرة، زهرة بن سمرة مثلا. من كان صورها كانت موجودة يعني في الوكالات، وكيف عرفنا زهرة بن سمرة لولا هذه الصور التي نعرف أنها هي من قامت بهذه الصور، لأن الوكالة أو المؤسسة التي أرسلتها كانت هي الحامية لهذه المصورة. إذا قارنا مثلا وكالة رويترز بالوكالات أو المؤسسات الإعلامية في الجزائر، مثل ما أشار إليه قبل قليل زميلي، هناك دخلاء على المهنة. نعم. لو سمحتي برك معليش. تفضل أستاذ. فقط والله ربما كلامك مليح وكلامك منطقي، ولكن القوانين موجودة. وحتى رئيس الجمهورية عندما طلب الإسراع بتنصيب لجنة الأوتوريتي تاع الصحافة المكتوبة اللي فيها صحفيين وفيها مصورين وفيها في 2017 إلى يومنا هذا العيب في بعض الأحيان العيب فينا وفيكم، حتى أن وجود نتاع الديوان الوطني للمؤلف، وأنا نقول لك واقعة وقعت أن صحافي ما رفع دعوة قضائية ضد قناة أن استعملت الصورة، ولكن عوضوا له، لأن في بعض الحين احنا ما نجريوش وراء حقوقنا. انت طالب بحقوقك، لأن في بعض الحين يقول لك أنا خرجت الصورة وش ندير وكيف نجري، ولكن هذه كامل قوانين موجودة، سواء كانت على مستوى سلطة الضبط السمعي البصري وعلى أيضا الإسراع، لأن رئيس الجمهورية دار كامل القوانين، أعطى كامل القوانين. أين هم رجال الإعلام حتى يتكتلون وحتى يقومون؟ هل رأيت أنت في الجزائر بعد هذه المشاكل والمشاكل اللي صارية داروا ندوة
وطنيه خاصه برجال الاعلام وخرجوا بها كرساله موجوده. ان نتمنى الصحفيين سواء الصحافه من اجل ان نبني عليها منظومه تحمي الصحفي. لان الصحافي معرض الى اخطار، معرض الى شيء، ولكن الصحافي من جهه اخرى هو بحاجه ايضا فيما التكفل به بالشؤون الاجتماعيه. احنا شفنا صحفيين توفوا يعني في مستشفيات، فنانين في هذا الشيء. وين هذا الشيء؟ ناقص عندنا وسائل الاتصال بيننا ربما في بعض الأحيان منعدمة أو مناسبتية. أنا نظن باللي اليوم حان الوقت، لأن ترسانة من القوانين. السيد الرئيس أمر هذه السلطات سواء وزارة الاتصال أو الوزير الأول عن إنشاء. لماذا لا تتم إنشاء مثل هذه الهياكل؟ لأن مع احتراماتي لبعض الصحفيين كان النقابة نتاعهم، النقابة تعمل دور هام، ولكن لا يلتجؤون النقابة في بعض الأحيان يقول لك أنا خليني من النقابة وخليني من هذا. هو التكتل حاليا سواء على مستوى الصحافة المكتوبة ولا الصحافة المرئية، لأن اليوم كاين قوانين تحميهم، والقوانين هذه تحميهم لأن عندهم حتى الصورة تاعك ربما أنت غدوة شفتها في جهة ما، من حقك باش تروح للوندا وانا نعرف واش اسمه رئيسها سي بن شيخ انه يتبع حتى في بعض الاحيان. انا قال لك راح حتى لفرنسا وجاب حقوق المصورين. احنا يقول لك لا ضاع حق وراه طالب. انت طالب ربما افتح قوس ابشرك زميلي امين انه شركه كوداك اخترعت تقنيه خاصه لمساعده المصورين من اجل طبعا من اجل الاحتفاظ بالملكيه الفكريه الخاصه بصورهم. واعطي الكلمه اعود اليك شداد بزيع ونتحدث على الفن الكاريكاتوري بالجزائر. الان أثير نقطة أخرى تتعلق الكاريكاتور من الورق إلى الإنترنت. إلى أي مدى تساعدك هذه التحولات الرقمية؟ هل ستخدمك أم أنها تعتقد أنها حاجز بينك وبين المتلقي؟ الكاريكاتور هو على كل حال هو فكرة، وبأي كانت الوسيلة فأنا أعبر بطريقة الإعلام الرقمي، لأنني أمتلك ربما جهاز رقمي للرسم، لكن عندي الطرق الكلاسيكية نتاعي. الآن بطريقة أخرى قولي يمكن أن تطرحي علي سؤال بطريقة أخرى، اللي هو كيف تساعدك الجريدة الرسمية على نشر مقالك الكاريكاتوري، وكيف يساعدك الإعلام الرقمي على نشر عملك الكاريكاتوري؟ هذا هو المراد. هل يعني التحولات الرقمية تساعدك في العمل أم لا؟ هذا هو الهدف من السؤال. الآن الإعلام الرقمي لا يساعدني ولا يساعد أي رسام كاريكاتير آخر. لازم في الأصل تتبناك جريدة، وأفتح قوس، لا يمكن أن تتبناك جريدة تاع قطاع العمومي، قطاع العام، لأنك رسام ساخر ومزعج. نعم، لكن نعم أنت مزعج كاريكاتير، أنت مزعج مزعج للسلطة، مزعج للقيادة المسمو. إذن أنت تستطيع أن تتبناك جريدة خاصة وتتحمل عبء ما ترسمه وتسوقه من أفكار، لأن القطاع العمومي ما يمكنش يعطي لك حرية أكثر. رغم أن الكاريكاتوري لديه حرية أكثر من الصحفي، لأنه لديه الرمز ويستطيع أن يمرر رسائل تمر في الكثير من الأحيان. لاحظناها في الكثير من الجرائد في وقت ما، الكاريكاتوري يمرر الكثير من الرسائل ولديه الحرية أكثر من غيره من الصحفيين. ومن جانب آخر مقياس الحرية في الإعلام بصفة عامة هو الكاريكاتور. نعم. وبارومتر قياس الحرية. في هذه الحالة لو زملائي أخذنا ستكون الجزائر في المراتب الأولى عندما يتعلق الأمر. إذا أخذنا أن الكاريكاتور هو المقياس الأساسي لحرية التعبير، إذن الجزائر في المراتب الأولى، لأنه الرسومات التي نراها في الكاريكاتور يعني رسومات جريئة وأيضا تمرر الرسائل بكل سهولة. اللي تشوفوه أنتم مثلا كقراء ماشي هو اللي يتم يفوت على مقاس الرقابة. نعم. نحن نرسم أشياء ونرسم أفكار، لكن ليست هي تلك الأفكار اللي تمشي مع الخط الافتتاحي للجريدة. لكن هناك الآن قنوات مثلا أنا قنوات خاصة، هناك منصات الرقمية مثلا تم المنصة الرقمية ولا القناة. أنا دائما علاش قلت لك لازم تتبناك جريدة. أو كاين نصوص قانونية نعم. تحميك
انا كي نرسم مثلا على التواصل الاجتماعي في شبكه التواصل الاجتماعي، من الذي يضمن لي اني سوف احمى بالافكار اللي نسوقها؟ لكن عندما تتبناني جريده فهي تحمل العبء. ثانيا، علاش قلت لك بارومتر اسمه هو ما قاله السيد الوزير الاول على حريه التعبير قبل واحد 6 أشهر مثلا، قال يمكنكم رسم الرئيس. نعم، هذه هي ديجا هذه والكاريكاتير الجزائري يرسم الرئيس في كل حالاته. طبعا اعطي الكلمه بما ان زميلي شداد بزيع تحدث عن مقياس الحريه، اريد ان اطرح سؤال اذا كان عندك تعقيب، لانه عندي سؤال اطرحه كي ندخل في الشق الثاني في اللقاء. شكرا سيداتي. انا نجاوب اخي الكاريكاتير. اولا كاين ميساج، باسكو كاين قراء اللي يشري جريده على حساب الكاريكاتير. شنو من القراء يروح ديريكتومون باش يشري الكاريكاتير. حدثت هذه في التسعينيات مثلا في بعض الجرائد، خاصه بعض الكاريكاتوريين المشهورين، كانت الصحافه تذهب تشتري جريده من اجل صفحه 24. بارك الله فيك، شكرا. الكاريكاتير اولا حاجه ملموسه، هو نظن الاخر فهمني اكثر من الكتابه. نعم، باسكو tu peux passer un message par dessin très important. نعم. بالك القارئ مش فاهم هذاك لو ميساج، مي اللي رسمه عنده مفهوم اخر. هذه هي والله يعجل لك ربي ان شاء الله. طيب انتقل الى الشق الثاني من الموضوع، يتعلق بالتصنيف الذي اعلنته المنظمه الدوليه صحفيون ومراسلون بلا حدود، مع العلم ان الجزائر مصنفه في المرتبه 136 من مجموع 180 دولة. كيف تقيم هذا الترتيب أو التصنيف؟ أولا نقدر نقولوا شيء إيجابي ونقدر نقولوا شيء سلبي، لكن احنا ما عندناش فورماسيون دي جورناليست تاع الصحافة بدون حدود. ما عندناش. احنا رانا حقيقة احنا رانا نشوفوا الصحفيين تاعنا جزائريين اللي راهم موجودين في قناة أجنبية وراها عندهم سمعة كبيرة. وعندنا صحفيين اللي راهم موجودين في الجزائر ويخدموا مع قناة أجنبية، هذا الشيء موجود. كي نشوفوا المعنى، ما معنى الصحافي بدون حدود؟ لو جورناليست سون فرونتيير، كيما لا ميديسين سون فرونتيير، كيما لو ميدسان سون فرونتيير. باسكو صحفي ما عندهاش. إلى أي مدى مثلا هذه المنظمة صحيحة في تقديراتها أو في مقياسها المقاييس التي تعتمدها من أجل مثلا تصنيف الجزائر في المرتبة 136؟ الشيء أنا نظن الأمر شوية ما نسهلوش هذه المرتبة تاع لدينا حرية التعبير. عندنا حرية التعبير، ونظن في البلدان العربية ما كانش دولة عندها حرية التعبير كما الجزائر. والحرية التعبير تاعنا راها في الأكثر من قدام السبعينات، وكانت الحرية التعبير في الجزائر موجودة. حتى بالك ندخل في امور، احنا كنا الشعب الجزائري كان يحكي اشياء وما كانش فيها حريه التعبير، وكان حزب الواحد ونحكوا اشياء على الرئيس ونحكوا على الرئيس البلديه والرئيس. وكاين شيء واحد اخر سيداتي، رانا نشوفوا في دي ريسبونسابل جزائريين اللي يقول لك انا ما نبغيش الصحافه، نبغي الصحافه لا بريس بريفي ما نقبلهاش. كان ولات كيزون علاه. هذه مسألة ربما توجهات شخصية، لا يمكن أن نحمل الدولة على بعض الوزراء. ربما توجهات شخصية. أنت تحت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مانيش ماكش تصدق عليا الانفورماسيون ومانيش خدام عندك. أنا صارت لي مشاكل كبيرة مع ولات. نعم. كي تقول لها جريدة الفلاني وصل ولات اللي عرفناهم ولا داعي لذكرهم، يقبل وكالة الأنباء ولا القناة ولا يقبل الصحافة الخاصة. من بين المشاكل التي تعانيها وسائل الإعلام الخاصة. أعطيك الأستاذ كلمة، أعود إلى السؤال الذي طرحته، هذا التصنيف إلى أي مدى
تصنيف واقعي يعني مقارنة أنا والله التصنيف هذا تصنيف صالونات مش تصنيف يعني حقيقي، لأن حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر الحمد لله اليوم حتى الانتقادات على مستوى موجودة على مستوى لابريس إلكترونيك، على مستوى القنوات الحمد لله اليوم في قنواتكم نجيونا في مواضيع ربما حساسة ويتناقشوا فيها صحفيين. أن هذا التصنيف هذا تصنيف ربما ناس داروه هكذاك، لأن كيفاش احنا الجزائر موريتانيا تصنف قبل الجزائر، المغرب تصنف قبل الجزائر، هذا يعني. حتى الاستبيان الذي وجه إلى الجزائر إذا شدت مثلا سيدتي الفاضلة أن حتى ترامب يعني الرئيس العالم وامريكا ودائما كل نهار يدير تغريده وهو الصحفيين هم كذبوا عليا هم داروا لي هل ربما احنا نتصنفوا قبل الامريكان؟ احنا الى حد الساعه كاين صحفي ربما مناسبة أمريكا ترى بسبب ترامب بسبب الرئيس تراجعت إلى المرتبة 4 نعم في ترتيب 45. احنا هذا ترتيب الصالونات الاستبيانات لم نروح استبيانات، ربما عندهم اشخاص معينين، علاش ما يروحوش الوزارات؟ على ما يروحوش؟ شوف حتى التعبير، اذا شفتي تعبير الجزائريين التعبير الحقيقي يعني في كل وسائل الاعلام، يعني 177 عنوان اللي يصدر يوميا في على مستوى ولايات، على مستوى انتقادات، حتى على مستوى مسؤولين، على مستوى يعني عالي. اليوم هذا الاستبيان هذا هو انا نشوفه استبيان نتاع صالونات، ولكن الواجب علينا احنا الاعلام الجزائري خاصه الاعلام هذا الشاب، الاعلام اللي عنده خبره عنده تكنولوجيا المجال مفتح له في القنوات، انه هو اللي يفرض روحه عالميا، انه يرتب روحه. احنا ربما الترتيب نتاعنا في الفيفا ربما داروا الترتيب تاع الفوتبول ونسبوه نفس الشيء مع الترتيب تاع الاعلام، يعني كنا في سابقا يعني في 2010 نحتل مرتبتين، ولكن هذا التصنيف ربما يديروه تصنيف على مستوى، انا نقول لك على مستوى فنادق، على مستوى صالونات، لان اذا شفت حتى اذا خرجت على مستوى الولايات تشوف حتى يعني المراسلين يعني ينقلوا اشياء على المتضرر مثلا انه يدير انتقاد، ولا العيب فينا عندما يكتب عليك صحفي وباش يعني باش ترجع ما يرجعلكش في نفس الصفحه، هذا ربما من نقص الخبره، من نقص ايضا اخلاقيه المهنه. انا غدوه باش ندير رد لازم ندير رد في نفس العنوان في نفس الصحافه في نفس المكان. طيب. والانتقاد هذا الصحفي انتقاد عندما تكون في دارك ما ينتقدك حتى واحد، ينتقد شخصيه وطنيه سواء كان وزير ولا رئيس ولا والي، وينتقد ايضا. الفكره وصلت فقط لانه كي وقت البرنامج قرب على نهايته، ربما اعطيك الكلمه امين شيخي فقط تحدث مستقبل المصور الصحفي مع ما يسمى بصحافه الهاتف الذكي او صحافه المواطن. إذا بقيت الأمور على حالها، يعني إذا كان الوصاية وحتى الصحفيين أو المصورين الصحفيين ما تكتلوش وما حاولوش أنهم يطوروا الأداء اللي راهم، يعني ممكن نقول باللي الأداء تاع المصورين في الجزائر في ارتفاع، يعني المستوى راهو يطلع ما شاء الله، ولكن إذا كان بقينا نتفرجوا على ما يسمى بصحافة الهاتف الذكي ما نقولش راح تندثر، لأنه من المستحيل أنه الهاتف الذكي راح ينافس آلة التصوير المحترفة، لأنه تقنيا الهاتف الذكي لديه جهاز استشعار. جهاز الاستشعار هذا يعالج الصورة مثلا، يعالج عدة معطيات في وقت واحد. نعم. مقارنة لذلك الصورة لن تكون صورة جيدة، تكون صورة باهتة. أما آلة التصوير العادية فهي لديها جهاز استشعار واحد، يعني خصيصا للصورة، لذلك نحصل على صورة جيدة. شكرا. أعطيك الكلمة شداد بزاع، ما هو مستقبل الكاريكاتوري مع هذا الانفجار الرقمي، مع هذه الصحافة الإلكترونية؟ الكاريكاتور بين الواقع والآفاق. الواقع اللي رانا عايشين فيه الآن هو الكاريكاتور المقنن، يعني ما تقدرش ترسم أشياء خارجة عن القانون مهما كان. والصدى الكبير اللي يخليه الكاريكاتور هو ما شفناه في الرسوم تاع الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الرسوم أيضا اللي فيها إيديولوجيا. ها هي قوة الكاريكاتور. في النهاية لديه تأثير ولديه فيها تأثير قوي، لكن تطور رقمي يعني. أكيد فيه واحد القصة يمكن نقولها الآن اللي هي تلخص الإجابة نتاعي.
صديق مثلا ذهب الى المحكمه. المحاكم دائما هي النتائج تاع ما تقترفه من اعمال كاريكاتوريه. ذهب للمحكمه عندما سالوا القاضي قال له على بالك واش راك درت؟ قال له لا شيء، يعني انا رسمت مجرد بين قوسين ميكي، يعني ميكي ماوس، يعني مجرد ميكي، انا ما درت والو. انا لا ما رسمتش ميكي، انت راك درت حاجه كبيره، تسب الدوله، تسب كذا. يعني الان تاثير انا التاثير تاعو دائما يجي بعد ما يصرع الشيء، ماشي بعد ما. الان الكاريكاتير هو عنده قوه وعنده ميساج، ولديه قنوات اكثر للوصول الى اكبر عدد ممكن من المتلقين. وانا ما نفضلش باش يقولوا كاريكاتير الساخر، ونقول كاريكاتير اللي فيه فكره، ماشي هو ساخر. احيانا الفكره يعني نقدر ان تصل بطريقه ساخره اسهل واسرع، وربما بسرعه فقط. طالب بسرعة فقط لأنه وقت البرنامج انتهى. فقط كيف ترى مستقبل الصحافة، الإعلام التقليدي مع الإعلام الإلكتروني؟ سيدتي، أولا أنا متفائل كثير، متفائل عن إن شاء الله لافونير تاع لو جورناليست والكاريكاتوري كيما الفوتوغراف. بكاين شيء الوحيد ما هي الصحافة المكتوبة. c'est-à-dire نجموا في لا فوتو يا لا موديفيكاسيون يا لا تكنيك يا بوكو تشوز، بس الصحفي اللي يكتب بالقلم ما كانش بديل. ما كانش بديل للصحفي الذي يكتب. وهناك الكثير الذين يكتبون عبر الصحافه الالكترونيه. لا اسمحي لي، مانيش نهضر لك على الكوبي كولي، يعني نقول لك الصحفي اللي مضاري بالقلم. نعم. والسلاح تاعه هو القلم، نون القلم وما يستورون. صدق الله العظيم. وبدأت منك سيد بالقاسم ملاح، وأختم منك كلمة أخيرة قبل أن نختم البرنامج بالنسبة لمستقبل الإعلام الكلاسيكي والتقليدي مع الواقع الرقمي الآن. لا والله ربما نكون متشائم، لأن من جهة أخرى نقول باللي غزو الصحافة الإلكترونية ستقضي على الصحافة الورقية لا محل، لأن حتى إذا شفنا عندما نكون في الخارج، حتى الناس اللي كانوا يقرأوا الكتب بعد يقرأوا عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف الذكي. الشيء اللي يبقى هذه الصحافة الورقية يجي وقت وتذوب داخل الصحافة الإلكترونية. ولكن الشيء اللي لازم ننبه به اليوم ونطالبوا به أن على الوزارة والوزارة الأولى الإسراع في تنظيم هذه المهنة النبيلة، وخاصة قانون السمع البصري اللي ربما حوالي 40 قناة، وعندنا قمر اصطناعي ما شاء الله، على ما يكونش البث عن طريق الجزائر. نعم. ويكون أول نستفادوا. 2 تنظيم هذه المهنة، مهنة الصحافة المكتوبة اللي إلى حد الساعة ما تنصبتش، إعطاء فرصة أيضا كبيرة إلى السمع البصري، سلطة السمع البصري، لأن هذه هي اللي راح تنظم. وكما هذه تبقى حتى أن الوزارة تدير قوانين، تصر على تطبيق قوانين، ولكن هذه الهيئات هي اللي تلعب دور. ونطمن إخواننا إذا كان قانون الإشهار هو اللي راح يخلق التكوين، وهو المفتاح. سيد بالقاسم ملاح، إعلامي ووزير سابق، شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في مساء الصحافة. وأيضا أشكر السيد بوطالب هاشمي وهو إعلامي، شكرا جزيلا. وأشكر زميلي من وقت الجزائر أمين شيخي، وأيضا فنان الكاريكاتير شداد بزيح. شكرا جزيلا لكم على حضور مساء الصحافة. إذا مساء الصحافة في هذا اليوم العالمي لحرية التعبير، أقول لكم كل عام وأنتم أحرار.